اللي يحبك لما يحتاجك ويختفي لما تحتاجه. عن النرجسي أتحدث. عمرك قابلت حد أول ما يدخل حياتك ينورك وبعد شوية يطفيك؟ حد يقولك عمري ما حبيت حد زيك، وبعد أسبوعين يعاملك كأنك مش موجود. حد يكون لطيف لدرجة تخوف وبعدين يقلب فجأة. هو ده التويست. اللي بيعمل كده مش مزاج، ده نرجسي. الشخصية النرجسية بقت منتشرة جدا وبطريقة غريبة، ومش كلها نرجسية اللي شايف نفسه، لأ، في أنواع، في درجات، في مستويات. والأسوأ إن الضحية ساعات ما تعرفش إنها ضحية غير بعد ما تخرج. النهاردة ودلوقتي هنعمل موسوعة كده بسيطة. هم مين؟ بيعملوا ليه كده؟ العلامات، المراحل، إزاي تحمي نفسك وإزاي تتعامل معاهم. والمعاملة معاهم دي فيها حاجتين هقول لكم عليها، بس كملوا. هو يعني ايه نرجسي؟ شخص عنده تضخم في تقدير الذات، احتياجه انه يبقى مركز الكون، واحساسه انه مختلف عن الناس، عدم تعاطف، احتياج شديد للمدح، يكسرك عشان يعلى، يتقلب من 0 ل100 من غير اي سبب، يلومك على حاجات هو اللي عملها، يحب نفسه ومصلحته وبعدين نفسه. الدراسات كتير والابحاث كتير. سنة 2023 عملوا دراسة إن الشخصية النرجسية بتتمدد في العلاقات بمتوسط 3 مراحل. 3 مراحل دول حاجة اسمها لاف بومبينج وديفالويشن وديسكارد. كده هنشرحهم، هبسطها لكم يعني، بس تعالوا نشوف الأنواع الأول. النوع الأول النرجسي الظاهر، ده اللي داخل يقول أنا وأنا وأنا، واضح، متكبر، شايف نفسه، وده أسهل واحد يتعرف. طب والتاني النرجسي الخفي، وده الأخطر، شكله هادي، رقيق، مكسوف، شكله مظلوم لكن حاكم علاقتك من جوه. ده النوع اللي بيكسر الضحية. تالت واحد النرجسي الاجتماعي، يبان طيب وإنساني، بيساعد الناس، لكن كل ده فيك طبعا. هو عايز صيت مش إنسانية، عايز يرقي نفسه. عندنا الرابع النرجسي العاطفي، يقع في الحب بسرعة ويخرج منه أسرع ما دخل. هو بيحب الإحساس مش الشخص. وفي الخامس وده النرجسي الانتقامي، ده بقى مستوى فوق شوية، وجزء منه عنف نفسي، هو أخطرهم على فكرة، وسهل يدمر صحة أي شخص. تعال أقول لك على العلامات اللي تعرفك إن اللي قدامك ده نرجسي. يبدأ العلاقة بحب مبالغ فيه وبعدها يتقلب، يلومك على كل حاجة، ما يعترفش بغلطه، ده بيختفي ويرجع تاني عادي جدا. اليومين دول بيسموها جوستنج، باين حاجة كده، يخليك تحس انك قليل ويحسسك دايما ان انت السبب في زعله. بينتقدك في حاجات هو اصلا كان بيحبها فيه، يدفعك تمن غلطاته ويغيرك وانت فاكر انه بيصلحها. بيجرح وبعدها يجي يحن عليك. بيعيش الضحية في الرولر كوستر، عارفين بتاع دريم بارك ده؟ هو بيخلي الضحية بتاعته كده راكبة ما بتقفش. لو هنتكلم، النرجسيين بيرفعوا توتر الضحايا بتاعتهم 45% في أول 3 شهور. شايفين الرقم عامل إزاي؟ طب ما تيجوا نشوف المراحل. مراحل العلاقة النرجسية، أول واحدة اللي قلنا عليها اللي هي اللاف بومبينج، مرحلة السحر. أول أسبوع راجل حالم وست حالمة، اهتمام في حب، مسجز، هدايا، كلام كبير، تحس إنك في فيلم مش حياة عادية. الكلام الرومانسي بقى بتاع السيناريوهات ده، انت مختلف، عمري ما ارتحت لحد كده، انت نص التاني. الهدف يمسكك، بس يمسك مفاتيحك من جوه. طيب تاني مرحلة، مرحلة الديفالويشن، اللي هي بنقول عليها مرحلة الهدم. بعد ما يمسك مفاتيحك يبدأ بقى الاهتمام يقل، الكلام يقل، الوعود تتبخر، يجوعك اهتمام، يفضل يطلع وينزل، يخلي مزاجك طالع نازل، يختفي فجأة ويرجع فجأة، يقرب جدا ويبعد خالص. الهدف، وهي دي بقى المشكلة، التعلق، بيسموها التروما بوند، ودي مرحلة مش لذيذة. طيب تالت حاجة بيقولوا عليها الديسكارد أو مرحلة الرمي، اللي هي تعالى كده بقى فجأة يسيبك من غير أي سبب ومن غير حتى قفلة، يعني ما تلاقيش نهاية مفهومة، هو مش موجود وخلاص.
وبعد فترة يرجع أكن مفيش حاجة حصلت. ده تلاعب. طيب هي الضحية اللي بتحصل فيها الكلام ده كله بتتعلق بكل الأذى ده ليه؟ لسبب، عشان دماغ الإنسان بتحب المتغير المفاجئ اللي يوجع ويحن، اللي يدي ويمنع، وده بيسموه الهرمون الادكشن، ان انا بلعب في الهرمونات بتاعت الجسم والمخ. طبعا المعلومات العلمية بتقول ايه؟ ان الشخص لما بيهملك الكورتيزول بيعلى، ولما يرجع يحن الدوبامين بيعلى، لما يعتذر الاوكسيتوسين بيطلع. طيب دماغك بتربط الاذى بالحنان، فده التعلق المرضي، وده اللي بيسموه التروما بوند. ده اخطر علاقة نفسية في العالم. طيب التعامل مع الشخصية النرجسية ازاي؟ ما تيجوا نشوف كده شوية نقط عشان نعرف نتعامل معاهم. لو تقدر تخرج اخرج، دي نصيحة علمية على فكرة، ده مش كلام عاطفي، لأن النرجسي ما بيتغيرش إلا لو هو قرر، ودي طبعا حاجة مستحيلة، مفيش نرجسي بيتغير. لو مجبر تتعامل معاه علشان شغل قريب منك، يبقى امشي على كام قاعدة اللي أنا هقولك عليهم دول. القاعدة الأولى اسمها الجراي روك تكنيك. ليه؟ دي أضمن طريقة للتعامل مع النرجسي. تبقى عاملة إزاي؟ تبقى محايد، كأنك صخرة رمادي زي ما قلنا، مفيش ردود عاطفية، مفيش اندماج، ما تبررش، ما تدافعش وما تغضبش، حتى المجادلة ما تعملهاش. عارف الردود اللي هي بتاعت تمام ماشي وصلني اوكي كله حلو، هي دي. النرجسي ساعتها بيزهق من اللي ما بيستجيبش للعاطفة، فبيموت ويمشي. القاعدة التانية الباوندرز، ودي لازم تبقى قوية. الحدود، حط حدود اللي هي زي لا مش هقدر، ده وقت الشخص يعني آسف، مش هكمل المكالمة لو الصوت عالي. النرجسي هنا بيختبر حدودك، لو ما لقاش حدود هيفرم، ولو لقى هيمشي. تالت قاعدة ما تشرحش مشاعرك كتير، هو كده كده مش هيحس، للأسف هو بيستخدم مشاعرك ضدك. القاعدة الرابعة ما تحاولش تقنعه إنه هو غلط، لأن دي معركة خسرانة ومش هيسمع كلامك. خامس قاعدة سجل كل الاتفاقات معاه، طبعا ده لو شغل، ولو مش شغل سجل برضه، اسمع مني. النرجسي اصله بيغير كلامه كتير حسب مصلحته هي فين، وتلاقيه قلب الكلام. سادس مرحلة ما تتأثرش بمرحلة اللطف اللي هو الرجوع والهدوء والكلام الحلو، ما تتأثرش بيه لأن دي طريقته. ولو ده شريك في علاقة عاطفية اعمل مسافة، بس مش المسافة اللي البعد، لا مسافة نفسية، اعمل حدود. التواصل يخف شوية، ركز على نفسك ورجع حياتك تاني. لو عندك حد قريب منك خليه يبقى جنبك، اطلب دعمه، اطلب انه يخليه دايما معاك. اكتب كل حاجة بتحصل، لان دي بتدخلك في اخر نقطة، ان انت بتفك التعلق اللي بينك وبينه بس عن طريق الهرمونات. تعال اقولك على شوية وصفات تتعمل في البيت، وصفات منزلية يعني، بس المرة دي مش اكل ولا وصفات مسكات، لا الوصفات دي مهمة وهتفرق معاكم. اول وصفة ممارسة كتابة الوعي. يعني ايه؟ يعني كل يوم تكتب 5 دقايق إيه اللي حصل، اللي حسيته، اللي اكتشفته. 40% ده بيقلل التعلق على فكرة. تاني تمرين الرياليتي تشيك. يعني ايه؟ اكتب هو عمل ايه مش هو قال ايه، ودي تفرق كتير، ولو جربتها هتعرف الفرق. واعمل تمرين الدوبامين شيفت. ليه؟ كل مرة يبعد عنك اعمل حاجة ترفع هرمون السعادة عندك، بس بشكل صحي. يعني بعد عنك العب رياضة، بعد عنك دش سخن، بعد عنك أكل بس يكون هيلثي، بعد عنك اخرج مع أصحابك. كل الحاجات دي بتكسر الروابط اللي جوه الدماغ اللي هي بتبقى ليها علاقة بالتعلق. التويست الحقيقي إن النرجسي مش بيحبك، هو بيحب إحساسه لما أنت تحبه، بيحب السيطرة مش الشخص، وبيحب الانبهار مش العلاقة. لكن الوعي أقوى من التلاعب، والقوة مش إنك تفضل، القوة إنك تفهم وتقرر وتمشي. ومش لازم تكره، بس لازم تحمي نفسك.